اسم الحركة عمر. الاسم الثلاثي أحمد حسن الحريث. المواليد 95، عمري تقارب شي 29 سنة. ساكن بمرقدة. تقريبا العيلة 8 شباب و3 بنات. أكبر مني 5، أصغر مني 2 وأنا الثالث يعني. بداية كنا نشتغل أعمال حرة يعني لليوم هذا. أهلي طبعا بالغوطة من 2000 لليوم هذا، يعني للسنة هاي عم نشتغل بالشام أهلي. أنا رحت هناك كمان، صار سحبي على الجيش بال 2014. جيت من قاد، صار وقت سحبي، قلت ما أخدم جيش، يخمشون النظام ويأخذوني مثلا عسكري. جيت على القرية هون، كانت أيام جيش حر يعني بدايتها صارت، وقعدت بالبيت يعني صرت فلاح أفلح بالقرية، أسقي يعني زراعة على الموجب. أحيانا أفلح، أحيانا أسرح بالقناة يعني على الجيران عندهم قناة لا يزالك لليوم هذا. صرت أشتغل يعني شوي 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 شوي. راحت مرت اليوم تقريبا شي كم سنة يعني من 2014 لليوم هذا شي تقارب شي 14 15 سنة تقريبا. على الحالة ما تطوعت مع أي فصيل إجا، ما صرت ولا انتسبت أي فصيل ولا كذا خالص. رجعت على الشام، شفت ما منا يعني أهلي صاروا هناك بصراحة يعني تقرب أهلي ما عاد يجي له هون. اشتغلت أنا لأهلي يعني أمي وأخواتي وأخواني. حملت حالي ورحت لعندنا على الشام بهوية أخوي. شفت أمي هنيك وأخواتي، صرت أشتغل معهم وتجوزت هناك. هون عاد أخي إجا تطوع كمان هون يعني مع هو وبن خالي، كانوا متطوعين سوا يعني بالرفاق سوا يعني، وكانوا بالعزاوي. حكيت معه قال لي تعال هون، صار هون الرفاق كويسين ويعني وعم يقاتلوا الدولة الإسلامية يعني داعش، عم يقاتلوهم لأنه ضاغطين على الشعب. كانوا هون يعني لا المرأة لا حريتها، لا الطفل لا الشاب، يعني حاجين الشعب يعني خانقين وخنق يعني بذاك الوقت. ايه تمام اجي لعنكم. جيت عاد انا من الشام، سافرت بالباص بهويت اخوي، مشيت من الشام لهون. تماك مش النظام عسكري، طبعا اخوي اصغر مني متولد 2000 ما كان مطلوب يعني. جيت بهويته، وصلت هون. حكى لي اخوي وابن خالي الله يرحمه يعني استشهد ابن خالي، حكوا لي انه شلون وضع الرفاق وشلون كذا معامله شلون. قلت لهم إيه خلاص بسجل معكم واتطوع. قالوا إيه تمام. رحتنا لعند مع اخوي وابن خالي، اخذوني على الرفاق. الرفاق مباشره قبلوني، قالوا اهلا وسهلا. طوعت معهم عاد، صرت بالعزاوي، كانت نقطتنا هناك. في رفيقات، في رفاق، في عسايش، في رفاق شرطه عسكري، في رفاق يبجه، في رفاق يبكه. طبعا انا صرت يبكه مع الرفاق اليبكه. قلت لهم خلاص انا بسجل معكم، وصرت مع الرفاق. اخذونا عاد حملات، بلشنا بالحملات. عدي الرزول كانت الحملات الرفاق عم يروحوا عدي الرزول هون، طبعا المناطق كلها محرره، ظل عندهم بس دير الزور، الشعفل، الباغوز، السوسه، هاي المناطق هذيك كانت. عاد اخذوني قالوا بدنا نروح حمله، قلت لهم انا بروح معكم يعني حمله ما عندي مشكله يعني شفت معامله الرفاق بالطابور، كنا شيء حوالي 18 رفيق يعني. شفت المعامله بكل احترام وبكل يعني روح رفاقيه، لانه اجباري غصبا عنك مثل النظام السوري لا ما في. قلت لهم تمام. انا شفت الوضع عاد بعيني عن جد، صدقت يعني شفت الوضع يعني يختلف عن النظام السوري يعني. هناك حريه الشعب براحته، يتطوع ما تطوع، تشتغل تروح تيجي، ما حد يقول لك وين رايح. ولليوم هذا يعني طوعت مع الرفاق ورحنا عاد على الحمله. كنا انا واخوي، طبعا الرفاق قالوا ما بيصير اخين بيروحوا على خط الجبهه، بيروح اخ واحد. قلت لاخوي خليني انا اروح، انا اول مره يعني صرت مع الرفاق بدي اروح اشوف. قال لي تمام روح انت. واخوي نزلوه على البيت، والرفاق يعني بصراحه يعني شفتهم يعني وين النظام السوري، وين اي دوله يعني مو مثل الرفاق يعني بصراحه يعني ما يقصر مع الرفيق باي شيء. اذا بينجرح جرح لعنده،
كانوا يبكة ولا يبجة، ولا رفاق انضباط العسكري كانوا بيجوا زيارات يعني على الرفيق ويشوفوه كذا، يعني ما قصروا مع أي رفيق، أي رفيق كان يعني. علمونا الرفاق على تدريب مثلا السلاح الثقيل، البكسي، البارودة، شلون وقت لما نفوت على الصادرية نمشي، ما نمشي ورا بعضنا هيك، يعني نمشي زكزاكي، لا سمح الله بينه وبين الرفيق الثاني في مسافة، لا سمح الله يكون في قناص متمركز مثل العدو ما يضربنا كنا، يعني لا سمح الله يضرب رفيق نعرف في مسافة بينه وبين الرفيق الثاني. كانوا يعلمونا يعني طبعا بالطابور هيك مثلا يدربونا، كانوا يدربونا تدريبات، يعني مثلا نسوي هيك الرفيق اللي تصاوب مثلا باجره شلون تحمله، شلون اسعافات اوليه بتسوي اجره جرحه، يعني تحمل رفيقك، يعني كانوا يعلمونا الرفاق، كانوا ينطونا يعني تعليمات لهذا الشيء، خط الجبهه. احنا غلط منا، يعني احنا كزلم كشباب ناس طلعت برا وناس، وهلا الشباب كلها طلعت مشان شنو؟ ليش طلعت؟ ليش راحت الناس؟ ليش؟ وهي رفيقها واقفه على خط الجبهه مشان تحمي البلد، وتحمل يعني تحمل الاطفال، تحمي النساء، تحمي، وهذا كان واجب عليها يعني، وهي واقفه واحنا كرجال نطلع، يعني مشكله، يعني صراحه مشكله. يعني انا لما شفت الرفيقات يعني بخط الجبهه يعني بصراحه تفاجات، يعني بكل صراحه لما شفت الرفيقات واقفات على خط الجبهه، هي المراه كانت مهمشه قديم، يعني قديم حتى ما نخلق نحن، كانت هي مهمشه على دور قديم، يعني على آل عبيد هي كانت مهمشة الرفيقة. طبعا أخذت هذا الشيء، عملت أنا كدورة يعني تاريخها بال 2000 يعني كانت بداية، يعني جيت بال 2017 وصار كانت في الحملات هناك، يعني بال 2019 2018 يعني كانت المناطق ذيك لسه محررة. حملة الباغوس كانت هذاك، بس كانت يعني عن جد يعني حملة قوية كانت هناك، يعني كانت هناك الموجودة الدواعش يعني صعبة يعني حملة صعبة عن جد صعبة، ولكن الحمد لله يعني ظلينا واقفين وثبتنا وما انطينا مجال لهم خالص عن جد، يعني احنا والرفيقات والرفاق ما انطينا مجال لهم. في رفاق منا يعني تصاوبوا، في منهم استشهدوا، بس ولكن شفنا رفاقنا صار بهم يعني استشهدوا، في رفاقنا تصاوبوا، احنا قلنا لا نستشهد يا ما نرجع متر واحد لورا، الأرض ناخذها ونحررها، نحرر أهلنا منه، كل الرفاق ما ننطي شبر واحد إنهم يرجع ياخذون منه، وتمين على هذا الرأي وعلى هذا الفكر حتى ما خلصنا عليه يعني خالص. الإنسان له إرادة، بس تكون إرادته قوية بيعمل البدء، بس تكون ضعيفة ينكسر. لأنه كان خط الجبهة عندنا كل الرفاق يعني بإرادة قوية، كنا نكسر دائما خط داعش، دائما نكسر خط داعش بإرادتنا القوية، يعني كنا متكاتفين قلبنا على قلوب بعضها، ما كنا يعني اليوم رفيق شفت تصاوب، أنا شفت تصاوب خلاص جمدت، لا، أشوف رفيق ببعث رفيقين نفسي بياخذوه على غير نقطة، يعني بيوصلوه على مكان أمان، واحنا نظل مقاومين يعني ما نعطيها، وظلينا على هذا الراي. قلت لك يعني قبل قلت لك حتى اخذناها، وما يعني راح تعبنا كله على الفاضي، لا، كله اخذناه بارادتنا وبقوه الرفاق، يعني من بعد شهدائنا اللي راح دمهم بها، وذلك ما انطيناها، يعني دائما راحوا شهداء منا، راحوا جرحى منا، راحوا
وما انطينا يعني انهم يرجعون ياخذون منها شبر واحد، ما اعطيناها الداعش ولا غيره. نمشي اول باول يعني، نمشي بالليل اول باول ناخذ نقاط. هن كانوا ينسحبوا، احنا نمشي وراهم. احيانا بالنهار يقاتلونا وبالليل بينسحبوا هم. بالنهار يقاتلونا تفتح علينا خط الجبهه، بالليل بينسحبوا. بالليل ما بيقاوموا ولا 1%. الاشتباكات تصير بالنهار مو بالليل. اهالي طبعا انا هناك ما شفت اهالي يعني، في رفاق لما ننزل في رفاق يقولوا لقينا في اهالي يعني نطلعهم على مكان امن. طبعا اسمع من الرفاق اللي يروحوا حمله بعدنا يعني، انا انزل على البيت يروحوا رفاقنا الثانيين مثلا والله لقينا عائلات مثلا طلعوا على مكان امن عن خط الجبهه مثلا، بكل احترام بكل تقدير يعني، ما قصروا معاهم يعني باي شيء. الرفاق اللي يروحوا على الجبهه كنا نروح احنا والرفاق نقول لهم مثلا اليوم انت جيتي رفيقه، لما كنا نروح على هذاك المكان نعرف حال الرفيق وين رايح، يعرف حاله يا يرجع يا ما يرجع. كنا نروح على هذاك المكان، كنا يعني نسلم حتى لما نروح على خط الجبهه يعني حتى نسلم على اهلنا يعني عيالنا ولادنا مثلا نسلم عليهم يعني. رايح انا على خط جبهه يمكن ارجع يمكن ما ارجع يعني، راح منا شهداء قدس وراح منا جرحى وراح لحتى تحررت هذه المنطقه يعني، وخلصنا من داعش الارهابي يعني. يعني مرينا بصعوبات شيء يعني عقل بني ادم ما يتخيله يعني. في رفيقات يعني، في رفاق كنا موجودين على خط الجبهه هناك تحررناها سوا يعني، مو بس انا ولا حتى رفيقات يعني موجودين على خط الجبهه. واجهن صعوبات الرفيقات كمان مو بس احنا يعني. اذا رفيقه بتتصاب يعني، في رفاق يعني ما يخلوها، في رفيقه بتصاب الرفيقات بيحملوا كمان. طبعا رحنا نثبت نقطه للرفاق، انا ومعي الرفيق حمود مرقده، وفي رفيق ثالث معنا بس هو هسه وين ما بعرف. رحنا نثبت نقاط، فتنا على البيت طبعا نثبت نقطه للرفاق مشان يصيروا فيها يعني. بفوتتنا صاح فينا لقم ليجري. لما صاح اللقم الليجري فكرت انا صاحي مثل هيك يعني قاعد معاكم صاحي، صرت ازحف اطلع قلت يمكن واحد داعشي يعني قلب البيت يمكن ضربنا بكسي او كذا. طلعت تاكد لي انه مو ضرب اطلاق نار، القبره. قلت هذا لقم معناته القبره صارت تطلع من البيت. اي الحكى الساعه 11:30 بالليل بتذكر هذاك الوقت تقريبا الساعه 11:30. رفاق الشحيطات فزعوا لعنا واجوا رفاقنا يعني، كنا نقاطنا سوا يعني، احنا والرفاق الشحيطات كنا نقاطنا سوا يعني، نمشي سوا يعني. ما فزعوا لعنا واجوا رفاقنا كمان. النقطه الثانيه اجت لعنا قالوا رفاقنا هذول اخذونا تمام، قال لهم تمام خذ الرفاق واسعفوهم. سعفونا الرفاق. انا هون خالص يعني ما حسيت على حالي غير اني مشفى شهيد ساري حسكه، حسيت على حالي. تميت فيها 11 يوم، تلقيت العلاج مشفى شهيد ساري 11 يوم. قالوا لنا تروح تعالج بكوباني، قلت لهم ما عندي مشكله بروح هناك تلقى علاج. قلت لهم تمام بروح ما عندي مشكله يعني. تميت 11 يوم بمشفى كوباني العسكري. لما فزت قعدت الصبح حسيت على حالي رجلي رايحه، طلعت على جسمي الثاني قلت يلا الحمد لله انه بهي ولا بغيرها يعني. بصراحه هذا كلامي، قلت الحمد لله انه بهي يعني برجلي ولا غيرها يعني. بعد عاد تميت 11 يوم بالمشفى شهيد ساري. اجوا اهلي اجوا رفاقي يعني الرفاق اللي مستلمينا يعني الصبح. هن الرفاقه جابوني بالليل، ما نبغى يبوه ما نحاس ما اعرف الدنيا وين. مشفى شهيد ساري حسيت على حالي بالنهار الصبح قاتل، لقيت رجلي مقطوعه طبعا. هون اجوا اهلي زياره علي، صاروا اجوا رفاقي اكثر من 4-5 مرات اجوا لعندي رفاق على المشفى. رفيقات اجوا بعدها قالوا الرفاق الدكاتره برفاق اللي مستلمين ما اعرفهم والله بصراحه ما اعرف. قالوا مشان تروح على كوباني تلقى علاج هناك. قلت لهم تمام اروح ما عندي مشكله يعني، انا رايح مشان اتعالج. هيك صاروا يحكوا لي يعني اهلي طول بالك والحمد لله يعني هيك انه هيك الله كاتب له. في منهم اطرافهم اثنين يعني، قلت اذا رفيق اثنين انا بوحده لو راح اثنين مثل رفيقي يعني مثل رفيقي يعني، الله كاتب لرفيقه مثل ما كتب لي يعني، او كتب لي مثل ما يكتب لرفيق اللي اشوف قدام يعني. ما لا انا احسن منه ولا هو احسن مني يعني، انا نفس الاصابه.
يعني قلت أنا فزعة حيلي أحسن لي، ما فيني شيء عن جد يعني بصراحة. يعني الحمد لله هسه ما فيني شيء، يعني شفت أنا يعني هيك والحمد لله، يعني ما في أي شيء يعني، وأعتبر حالي متصاب أنا برفاق يعني بيكون يعني الله بيعينون، يعني بشوفهم يعني بصراحة بقول يا رب إنه هيك شو بدي أقول لك يعني أنا أقول لك. وبعد عاد الرفاق قالوا لي مشان تروح تلقى علاج بكوباني، رحت تلقيت علاج بكوباني، تميت 11 يوم. كانت رجلي ورمانة لما رحت من هون، طبعا بداية أول يوم أخذوني اجوا الرفاق الدكاترة قالوا ليش رجلك هيك؟ قلت لهم ما أعرف. قالوا أنت وين حاطينك بالمشفى؟ قلت لهم بالحسكة. صرت آخذ العلاج 10 أيام، اليوم ال11 أتذكر قالوا لي أنت تخرجت تخريج على البيت. يعني معاناة يعني بصراحة، يعني بكل يعني الله ييسر أمرنا وين ما توجهوا الرفاق عن جد، بكوباني ولا مشفى شيء دساري الله يجزاهم خير ما قصروا معنا. وعلاجي ما عاد آخذ من تخرجت الحمد لله لليوم، علاجي ما عاد آخذ، يعني ما يلزم العلاج الحمد لله. وبس الطرف يعني الرفاق مثلا يخرب عندي يعطل بقول لهم ياخذوني بيسووا لي، ما يقصروا معي بأي شيء لليوم هذا. لمن عاد تحولت من المشفى لهون على مؤسسة الجرحى الشدادي، الرفاق اللي هون إداريين ولا الرفاق كلهم يعني بشكل عام عاملوا الرفيق بكل احترام بكل إخلاص، يعني ما قصروا. اللي بده علاج بياخذ الرفيق على علاجه، اللي بده طرف ياخذ الرفيق مشان يسوي له طرفه، يعني ما قصروا معاه بأي شيء. طلبوا من الرفاق دورة على أكاديمية الشهيد دشتي أمانوس، قلت لهم بروح ما عندي مشكلة. أنا رحت سويت عمل دورة إضافة بالرقة بالأكاديمية الشهيد دشتي أمانوس. كانوا في رفاق كلها جرحى، يعني كل الرفاق جرحى، كنا بنشتغل، كنا بنقوم بالعمل، كنا يعني بإخلاص بروح رفاقية، يعني كنا بنشتغل يعني مثلا ناخذ الدرس سوا، نقعد سوا، ناكل سوا، نفطر سوا، نتغدى مثلا، نتعشى، نقعد سوا، ناخذ الدرس سوا. يعني انت اليوم الرفيق المتصاب يعني انت بتحس باصابتك ولا بتحس فيها يعني انك متصاب ولا عادي؟ يعني همتك الاصابه يعني تعبتك بانسان برفيق، يعني نقول صايره معه عقده نفسيه، في رفيق عادي ولا كانه متصاوب. يعني بصراحه هسه مثل انا يعني الحمد لله ما ولا احس حالي متصاوب، يعني ولا صارت معي يوم من الايام ازعجت اهلي بالبيت يعني ولا بالاكاديميه ولا هون بالمؤسسه، ولا ازعج رفيق انا احس اني انا متصاوب يعني اتعبوا معاي، لا. قلنا قعدت بالبيت شو يصير في هذاك البيت؟ ما راح يفيدك بشيء. بدك تقوم، بدك تعيش اولادك، بدك تشتغل قدامهم، بدك تروح على عمل، بدك تشتغل. يعني ما والله اليوم قعدت والله تصاوبت خلاص انت شلت على غيرك، على اهلك، على رفيقك، لا ماشي. طبعا اليوم اهلك انت عايش معهم اكيد، يعني ما راح على طول نظل مع الرفاق، بدك عايش بالبيت، بدك تروح على اهلك وتروح وتيجي، صح ولا لا؟ لا بدك تنتج على نفسك، ما تنتج على غيرك، بدك تقوم بعمل مشان يعني نفسك، ما تصير بعالم ثاني. يعني شلون تصير معك عقده نفسيه؟ الانسان بس يصير مع العقده النفسيه، هي الحقيقه يعني اللي احنا عندنا كالعرب، يعني بس يصير بعقده نفسيه مات. اما لا، خلك نشط، متى ما يعني تم ظل نشط ظل نشط. بالعكس كنا يعني الدروس اللي اخذناها كثير دروس، كان يمكن مكتوب بالشيء يمكن حوالي 60 درس، يعني دروس كثيرة، مو يوم ويومين، سوينا شهرين و10 أيام تقريبا ذاك الوقت دورتنا. يعني أهمية التدريب أخذناها،
دفاع عن الشعب أخذنا الدرس، حقيقة القائد أخذناها، أهمية التدريب، كثير يعني دروس كثيرة يعني. خلصنا التدريب، سوى الرفاق احتفال، احتفلنا وإجت سيارة الرفاق أخذتنا يعني جابتنا على المؤسسات. ثاني يوم رحنا على البيت، وصلنا عاد نروح وقت يصير في مسيرة نشارك مع الرفاق، يصير في درس نشارك مع الرفاق. يعني راح من جسدي طرف ولا اهتم لي الإصابة يعني بصراحة، يعني ما اهتميت لها ولا عادي بصراحة. يعني حتى أهلي بالبيت بقول لهم عادي، لا تهتموا بإصابتي أو كذا وتزعجوا نفسكم، لا عادي. طبعا هالبلد يعيش بسن وأمان، ما بدنا شيء ثاني. هاي الصراحة يعني. بالنسبة للقائد، لو ما فكر القائد والشهداء الثورة نحن ما وصلنا لهذا اليوم وهذه المرحلة.